اهلا بيكم مرة تانية في قناتي. زي ما وعدتكم بنكمل مع بعض السلسلة اللي ابتديناها من الفيديوهات اللي بشرح فيها كل نوع من انواع الشمع علشان اسهل الموضوع عليكم وانتوا تختاروا انهي نوع عجبكم اكتر وعايزين تشتغلوا بيه. النهاردة هنتكلم عن شمع الصويا القوالب. هو بيبقى ليه شكل تاني اللي هو الشكل ده، بس هو ده الشكل الموجود عندنا في مصر. طبعا هنتكلم عن كل حاجة بالتفصيل، مميزاته وعيوبه، هل ممكن نخلطه مع انواع تانية من الشموع، هل ممكن نلونه، وكمان الزيوت العطرية بيستقبلها ولا لا. وهنستخدم في الفيديو ده القالب اللطيف الجميل ده اللي واحد من القوالب اللي انا فعلا بحبها. فيلا بينا نبتدي الفيديو. هنحتاج النهاردة الميزان الحساس بتاعنا، اكيد شمع الصويا القوالب، والقالب اللي هنحط فيه الشمع، الفتيل بتاعنا، ومقص، والزيت العطري اللي هنستعمله النهارده هو بالورد، والالوان الشمعيه عشان نلون شمعتنا. فهي دي كل الحاجات اللي هنحتاجها في الفيديو بتاع النهارده، ويلا بينا نبتدي. هنبتدي اول حاجه نقيس عندنا الشمع. القالب بتاعنا ده هياخد تقريبا 40 ل 50 جرام شمع، فهقيس بالظبط 50 جرام شمع اهو. تمام، هنصفر الميزان ونبتدي نعادل 50 جرام شمع، 46، 52، ممكن تشيل دي، 51، نشيل واحدة كمان صغننة دي مثلا اهي. شايفين انا بشيل قد ايه؟ يا دوبك بتشيل حبات صغيرين تظبط معانا البتاع. نشيل واحدة كمان اهي، بقت 50 جرام شمع. الخطوة الجاية اللي انا عايزة اعملها وهي ان انا اخرم القالب واحط فيه الفتيل بتاعي، فتيل الشمع. ممكن اخرمه ممكن لا، زي ما انتوا عايزين، بس خلينا نخرم الفتيل افضل. هاخد ابرة واحط فيها الفتيل بتاعي بالطريقة دي، وهجيب القالب بتاعي من فوق واخرمه بالظبط هنا كده. نظبطه بالظبط في النص بالطريقة دي، وهنبتدي نسيح الشمع بتاعنا. هنسيح طبعا الكمية كلها، نحطها هنا. تمام، وبرضو بسيح نفس الكلام على نص درجة بس كده. الشمع عندي خلاص داب اهو، بس قبل اي حاجة هقيس الاول درجة حرارته قبل ما اعمل اي خطوة، مع اننا في الخطوة دي احنا بس هنصب. المرة دي مش هنحط لون ولا هنحط عطر، احنا عايزين نشوفه زي ما هو في القوالب شكله عامل ازاي. هشوف بس درجة حرارته، انتوا شايفين معايا ودرجة حرارته عالية جدا، لسه طلعاه حالا شايلاه من على النار. زي ما انتوا شايفين درجة حرارته 90، فطبعا ده كتير قوي. هنستنى لغاية لما يبقى في درجة الحرارة المناسبة بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها قبل كده، في حوالي 70 او 65 علشان نبتدي الصب. اخر مرة بقى هنقيسه نشوف درجة حرارته بقت كام. اوكي، حوالي 60، هتطلع شوية. طلعت ل70. هي برضو مناسبة، يعني ممكن ان انا اصب دلوقتي، ممكن استناها دقيقة كمان.
اتاكد بس ان الفتيل عندي في النص بالظبط ومش مشدود، انا عايزاه يبقى كويس مش عايزاه يبقى مشدود اهو. الشمع عندي خلاص وصل لدرجة الحرارة المناسبة 65. هنبتدي على طول الصب. حاسة الحتة دي ممكن نزودها شوية عشان ما تبقاش اقل من التانية، وهستناه يبرد. في الوقت اللي الشمعة دي بتبرد فيه انا ممكن اسخن الشمع الجاي واعمل الالوان او اعمل العطر ونستعمل قالب تاني. بس انا بصراحة كنت عايزة استعمل نفس القالب عشان تشوفوا شكل الشمعة وهي لونها ابيض من غير الوان، وشكلها لما نضيف اللون عشان تحددوا الفرق. وفي نفس الوقت برضو عايزة اعملها في نفس القالب وانا بحط الزيت العطري عشان تشوفوا لو النوع الشمع ده بيتأثر بالزيوت العطرية ولونه بيتغير ولا لا. فعشان كده انا هستنى لغاية لما الشمعة تبرد خالص وبعدين اكمل معاكم الفيديو. بصوا هي فعلا ما خدتش يعني ساعة نشفت الطبقة الخارجية منها، بس طبعا لسه من جوه ما نشفتش. ف حاسه ان ده اكتر نوع من انواع الشموع نشف مني بسرعه، يعني ما خدتش بالي الا دلوقتي معاكم وانا بصوره. بس هو فعلا بينشف بسرعه، يعني دي تقريبا من مميزات الشمع ده. يعني لو عندكم اوردر كبير ومحتاجين تعملوا كميه كبيره جدا فممكن الشمع ده يكون مناسب في الاوردرات الكبيره على اساس ان هو بينشف بسرعه فبيوفر معاكم وقت. زي ما انتوا شايفين هي خلاص نشفت تماما مني. بس انا بصراحة عايزة اسيح الكمية اللي هنعملها ملونة قبل ما اطلعها من القالب، يعني عايزة اسيبها لغاية اخر مرحلة. زي ما قلنا هنحتاج تقريبا 50 جرام من الشمع للقالب الحجم ده. هنقيس برضو بده، حط صفره وهنحط الشمع بتاعنا. ناخد مثلا كمية كده نشوف 37 أو 40. هنزود حبة كمان. وهيدي 55. ممكن نشيل مثلا دي، نشيل واحدة كمان. بالظبط كده وصلنا لل50. هنسيحها على طول عندي. هنبتدي بقى ناخد المقص بتاعنا ونقص الفتيل. شايفين ولا ايه؟ وهنشيلها من القالب عادي. زي ما انتوا شايفين النوع ده من الشمع سهل جدا ان احنا نتعامل معاه. وده الشمع بعد ما شلناه من القلب. نحط برضو الفتيل علشان الشمعة اللي بعدها نفس الطريقة. هندخل في الإبرة ونخرم من نفس المكان اللي انا خارمة منه زي ما انتوا شايفين اهو واضح. هدخلها من نفس المكان واسحب الإبرة بتاعتي بالفتيل. طبعا الزيادة دي انا مش عايزاها فبشد الفتيل بالطريقة دي. الميزة في النوع ده من الشمع ان انا مش محتاجة اسخن القالب، هو ما بيظهرش فيه عيوب. يعني زي ما انتوا شايفين انا حطيت على طول من غير ما اسخن القالب بتاعي، وزي ما انتوا شايفين ما فيهاش الشمع عيوب. ممكن في المرحلة دي احط الالوان بتوعي. عندي الدرجة دي وعندي الدرجة دي. زي ما انتوا شايفين الدرجة دي هي المفضلة عندي، احلى من الدرجة دي، فعشان كده هستعملها النهاردة. بس برضو الدرجة دي حلوة تعتبر، بس هي دي اللي هنستعملها. ممكن ابتدي في المرحلة دي ان انا احط الالوان، مش هيجرى حاجة وهي بتسيح تسيح معاها اللون. باخد حتة صغيرة كده، يعني انا بقطع كمية وباخد الكمية اللي انا عايزاها. ممكن اخد مثلا دي نبتدي بيها. شايفين قد ايه؟ نبتدي نعمل الالوان بيها.
ممكن نكتر بعد كده، بس مبدئيا هي دي الكمية اللي انا هبتدي بيها. ممكن برضو نقلب علشان اللون يظهر اكتر. انا مش بحب الالوان بتاعه الشموع اللي على شكل حيوانات او كده تكون باهته، بحب الالوان تكون برايت. فبزود واحده كمان، هي طارت من ايدي يعني، هي عارفه مكانها فدخلت على طول. يعني في الورد بحب الالوان اللي هي بتبقى باستيل مفيش مشكله، بس الالوان بتاعه الحيوانات او القوالب التانية بحس ان هي الاحلى ان هي تبقى جامده وباينه وبرايت اكتر. ايه رايكم ازود كميه لون كمان؟ حاسه ممكن لو غمقت سنه كمان تبقى احلى. ازود الكميه اللي فضلت عندنا هنا، هي قليله فمش هتعمل فرق كبير، هي حاجه بسيطه جدا زي ما انتم شايفين. هزودها، هي دي كده الدرجه حلوه، مش هحتاج اغمق عن كده. 65 مناسب للصب، فيلا بينا نصب. اوكي كفايه كده عشان ما تدلقش بره. كده خلاص صبينا، هستناها بقى لغايه لما تنشف خالص ونخرجها من القالب. شايفين دلوقتي خلاص الشمعة عندي نشفت. تعالوا بقى نطلعها من القالب. في معلومة هنا مهمة هقولها لكم، بس نطلع الاول الشمعة من القالب وبعدين هقول لكم المعلومة هتفيدكم جدا في الشغل مع شمع الصويا حبيبات. اول حاجة هعملها طبعا ان انا هقص الفتيل بتاعي بالطريقة دي وهطلعه من القالب. زي ما انتوا بتشوفوا شمع الصويا الحبيبات سهل جدا التعامل معاه وقوامه حلو. ودي الشمع اللون الاصفر. كنت عايزه اوريكم ان شمع الصويا الحبيبات اصلا لونه مش ابيض برايت، يعني دي انا ما حطيتش فيها لون. ارفعها لكم كده عشان تشوفوا احسن. اوكي، دي انا ما حطيتش فيها لون نهائي، ودي حطيت فيها اللون الاصفر. زي ما انتوا شايفين دي لونها مش برايت، مش ابيض صريح، جايه شويه اوف وايت. انا لو انا عايزه اتفادى الموضوع ده وعايزاها تبقى لونها ابيض، بقوم حاطه عليها نسبه معينه من زيت النخيل، عشان زيت النخيل بيبقى لونه ابيض وصريح، فهو لما بيتمزج مع النوع ده من الشموع بيقوم مزود فيه البياض بتاعه. نسبة بقى زيت النخيل اللي انا هحطها مع شمع الصويا الحبيبات هتكون تقريبا 10% او 20%، مش اكتر من كده، هتظبط لي اللون بتاعه. اما لو انا عايزة الونه فخلاص بستعمله لوحده من غير ما اخلطه مع اي شموع تانية، بحطه هو زي ما هو كده من غير ما اخلطه. التجربة بقى عايزين نعملها ان احنا نمسك شمع النخيل مع زيت من الزيوت العطرية. انا عندي هنا زيت ورد. هل النوع ده من الشموع بيستقبل زيت عطري او لا، وهل لونه بيتغير لو حطينا له زيت عطري او لا؟ هنا في معلومة مهمة ان اللون بيتغير على حسب الزيت العطري، يعني في زيوت عطرية بتكون غامقة بطبيعتها فممكن تغير الشمع، بس انا هنا بتكلم عامة هل هو بيتغير لونه لما نحط معاه زيت عطري ولا لا. فتعالوا نجرب. نفس الحاجة هنستخدم نفس القالب بتاعنا بتاع الزرافة علشان نقارن الالوان والشكل. نستعمل نفس الحاجة ونحط
النهاردة بستعمل الزيت العطري بتاع الورد، هو ريحته جامدة جدا فمش محتاجة احط منه كتير، يعني يا دوبك 10% او 15% بالكتير من وزن الشمع. طبعا المرة دي علشان هحط زيت عطري فلازم ان انا اقيس درجة حرارة الشمع بعد ما يسيح وقبل ما احط الزيت العطري بتاعي، عشان لو حطيت الزيت العطري والشمع سخن قوي هيتبخر ومش هيبان ريحته، فهيبقى العيب مش في الشمع، هيبقى العيب في طريقة تصنيع الشمع. تمام، خلاص هو كده انا ممكن اطفي عليه، الحته الصغننه دي ممكن تسيح وهو بطفي عليه عادي. الشمع بعد لما ساح خلاص هجيب المقياس بتاعي واقيس درجه حراره الشمع قبل ما اصب الزيت العطري. واصل تقريبا ل60 شايفين. ممكن دلوقتي احط الزيت العطري واقلب. الزيت العطري بتاعي هحطه، شايفين اول ما حطيته عمل ازاي، ده دليل ان الشمع ابتدى يبرد، فهنقلب بسرعه ونصب. قلبوا على قد ما تقدروا، عشان كل ما بتقلبوا كل ما بيتمزج احسن مع الشمع وما بيكتلش. شايفين انا هنا لما هاجي هصب مش هصب من الحته دي عشان فيها شويه لون، هصب من الناحيه التانية برضو عشان اللون بتاع الشمع ما يتأثرش والتجربه بتاعتي ما تبص، فهصب من الناحيه دي. بس كده. طبعا ده ممكن يستخدم في الفواحات العطريه، فهجيب القالب بتاع الفواحات العطريه واكمل الحبه اللي فضلوا دي في القالب عادي. زي مثلا القالب ده بتاع القلوب، او ممكن كمان القالب ده الصغير. السادة اللي من غير لون ومن غير زيت عطري، وده اللي بالزيت العطري. زي ما انتوا شايفين الزيوت العطرية بتغير شوية في لون الشمع بتاع الصويا القوالب، مش بيطلع لونه بيور ابيض. عشان بس تبقوا فاهمين قصدي ايه لما اقول لكم ان الشمعة لونها متغير او ان الشمعة لونها اوف وايت، مش جايه لونها ابيض ناصع او ابيض صريح. بصوا مثلا دي شمعة كنا عاملينها قبل كده مع بعض من شمع القمق مع النخيل، بصوا اللون الابيض بتاعها مقارنة باللون الابيض بتاع شمع الصويا القوالب. اتمنى اكون كده وضحت الفكرة وتكونوا استفدتوا من الفيديو، وما تنسوش لو استفدتوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وقابلكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. باي باي يا حلوين.